بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده هنعمل بقى حاجه حلوه معاكم كده، من 3 طبقات هتعجبكم ان شاء الله. ونسمي بسم الله ونصلي على رسول عليه الصلاه والسلام. هنبدا اول حاجه هنحط 2 بيضه ورشه فانيليا، وكوبايه وربع سكر. هنقلب كل الخليط ده مع بعضه يا جماعه، وبعد كده هنضيف كوبايه عصير برتقان ومعلقه خل كبيره، ونقلب لحد السكر كله ما يدوب. وبعد كده هنحط هنا الكوباية دي نص كوباية زيت، عليها معلقتين كبار سمنة، ونقلب كل الخليط ده كله مع بعضه يا جماعة. وهنيجي للمواد الجافة، عندنا ده كوبايتين دقيق ومعلقة كبيرة بيكنج باودر ونص كوباية نشا. هنقلب كل ده مع بعضه يا جماعة، وبعد كده هنضيفه للسائل اللي هو ونقلب كله مع بعضه، ونحط ذرة ملح في الآخر علشان بتعدل الطعم، يعني بتظبط الطعم معانا. بنقلب كل الخليط ده لحد ما نحصل على قوام ناعم بمضرب سلك يا جماعة كده عشان ما يتكتلش مني. وبعد كده ببدأ أجيب الصينية اللي هتدخل معايا الفرن، وهي مقاس 26. هندهنها دهنة سمنة ومبطناها بالدقيق. وبعد كده هبدأ، شايفين اللي هنا قوام ناعم وجميل ازاي يا جماعة وما فيش اي حاجة. هبدأ هنا هصبه في صينية زي ما قلت لكم مقاس 26. وبعد كده هدخلها الفرن، بخبطها خبطتين علشان الهواء كله يطلع منها. بعد كده بحطها في درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة، وبسيبها تبرد خالص يا جماعة، بتبرد خالص خالص. وبعد كده ببدأ ان انا اخرمها باي خلة اي شوكة. وبعد كده عندي هنا بسقيها بكوباية، انا هنا هعملها بعصير برتقان، ممكن كوباية لبن، بس بتحطي عليها معلقة كبيرة سكر وبتدوبيها فيها. انا النهارده عملتها بعصير برتقال عشان عايزه النكهه بتاعتها بريحه البرتقال. فبقلب فيها معلقه سكر، وبعد كده بخليها لحد ما تشربها خالص. وبعد كده نبدا نعمل الطبقه التانية، اللي هي عباره عن 3 كوبايات لبن و3 معالق كبار سكر، و3 معالق كبار نشا. وبقلب كل الخليط ده على البارد يا جماعة. وبعد كده بحطه وبرفعه على النار، وبحط باكت فانيليا، وافضل اقلب كده بالمضرب لحد ما السمك بتاعه يتقل. وبعد كده هقول لكم المرحلة اللي بعد كده ايه. عندنا طبقة تالتة يا جماعة بعد الطبقة دي. ان شاء الله الحلوى بتاع النهاردة كيكة الجيلي بتبقى ب3 طبقات، ودي جميلة جدا جدا في عز الحر اللي احنا فيه. انا كده خلصتها اهوت، وطبعا الكيكة باردة زي ما احنا متفقين من الاول. وهنا الخليط الطبقة التانية دافية يا جماعة، بصبها وهي دافية كده وبوزعها كلها. ولازم الحروف يا جماعة تتأكدي ان عند الحروف متقفلة، علشان لما نيجي نحط الطبقة التالتة ما تبصيش تلاقيها ان هي نزلت في قعر الكيك والكيك شربها، وكده مش هتبقى 3 طبقات. احنا عايزين ان احنا هنعملها 3 طبقات. خلي بالك من الخطوة دي، ان انتي الطبقة التانية تقفليها خالص. وبعد كده بنسيبها تبرد ونعمل الطبقة التالتة اللي هي طبقة الجيلي. هنا عندي نص كوباية مية بتغلي، وعندنا باكو جيلي فراولة بقى اي نوع اللي انت تحبيه. وتقلبي كل الخليط ده مع بعضه لحد ما يدوب خالص الجيلي. وبعد كده بجيب نص كوباية مية متلجة علشان اساعد ان هي تبرد بسرعة. وبعد كده هبدأ، طبعا هنا الطبقة التانية بردت زي ما قلتلكوا كده، وبمسكها كده بردت خالص. هبدأ اصب عليها الطبقة التالتة بعد ما تدفى يا جماعة. يا ريت تسيبوها كده لما تدفى. وبعد كده كده بقت دي الطبقة التالتة. هحطها لمدة ليلة كاملة في التلاجة على الشبكة، لتاني يوم بتبص تلاقي طبقة الجيلي دي جمدت وبقت شكلها روعة وجميل. هسيبها انا بقى هنا لتاني يوم، وبعد كده هرجع اجيبها لكم بعد تاني يوم علشان نقطعها سوا كده. بعد ما تاني يوم يا جماعة، شايفين اتمسكت وشكلها روعة وجميل ازاي. هبدأ طبعا اقطعها التقطيعات اللي انت حباها، وبعد كده هغرفها لكم في طبق التقديم.
النهاردة الحلوى ان شاء الله هتعجبكم يا جماعة، وعايزة منكم لايك وشير واشتراك في القناة. وهتعجب الأطفال، وطبعا زي قطعة الجاتو تشرفك قدام ضيوفك. زي ما انتوا شايفين كده بتطلع بكل سهولة اهي يا جماعة. شايفين الطبقات بقى، الكيك أبيض وجميل اهو. طبقة الكيك، طبقة الكريمة، وبعد كده طبقة الجيلي، 3 طبقات جميلة جدا يا جماعة، وهتشرفك قدام ضيوفك ان شاء الله. والحلوى دي يا جماعة حلوى صيفية يعني، بترطب كده على القلب، والكيكة هشة وجميلة. وطبقة الكريمة ناعمة برضو. وطبقة الجيلي، وممكن تحطي مع الجيلي ده فاكهة، أي فواكه لو انت حابة تضيفيها برضو حطيها، بتديها قيمة غذائية. ويا رب الفيديو يكون النهاردة عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.